هنطلع متفقين النهارده ولا زي كل حلقه؟ هحاول اهدي شويه والخناقه ما تبقاش صغيره. تمام، يعني انت جاي تتخانق برضه. امال جاي اهرج؟ انا جوهري اهلاوي من التالتة شويه، وانا عطيه زملكاوي من التالتة يمين. ودي صفاره خناقه. جوهري وعطيه مش متفقين، نختلف كوره ونحترم بعض. هنتكلم في اللي شاغل الناس، كلام قهاوي، كل واحد يقول رايه بوضوح ومن غير مقاطعه. ولو الحوار سخن الصفاره تهدي الملعب. خلينا نبدا بالدوري عشان بصراحه الجولتين اللي فاتوا كانوا سخنين جدا. انا شامم ريحه الدوري للزمالك الموسم ده. شغل طارق السيد ده انا عارف. بس افتكر ان انا قلت لك ان احنا مش هنعدي من زد بسهوله. حصل، بس انا ما كنتش متوقع كده الصراحه. طب ايه رايك في الجولتين اللي فاتوا؟ في حاجه في ماتشات الزمالك عجباني جدا الجولتين اللي فاتوا بالاخص، ان الزمالك بيلعب ممكن تكون ريسكي. يعني انا تقريبا طول الفتره بتاعت ماتش الزمالك بدات احط ايدي على قلبي ان الزمالك فايز 1-0. ممكن الفريق سواء الكلام ده حصل مع بيراميدز وحصل مع الاتحاد، واعتقد ان هو هيحصل مع اي فرقه ثانيه هنقابلها، سواء حتى فرقه متوسطه، فرقه ضعيفه، فرقه قويه. الزمالك احسن كره بيلعبها دلوقتي ان الكره ما تبقاش في رجله، هو عايز يسيب الكوره للفريق الثاني، بغض النظر الفريق الثاني ده زي ما بقول لك هو متوسط ضعيف قوي مش فارقه، بس انا هسيب له الكوره وهضغط جامد جدا من نص ملعب، من اول نص، من بعد نص الملعب، على ان انا اقطع الكوره. والزمالك اول ما بيقطع الكوره بيعرف يتصرف بيها حلو قوي. تاني لعيبه الزمالك مشحونه شحنه الدوري، ان هم خلاص مصدقين اللي هو فيه دلوقتي، ونفسي نكمل كده. المسافه بقت قصيره وانتوا يعني مع المسافات القصيره والحاجات اللي مش لونج تيرم بتشتغلوا كويس قوي الصراحه. يعني اللي بقالكم 7 ماتشات، ايه يعني 7 ماتشات هتعرفوا تزقوا معاها. انت ايه رايك في ماتشين الاهلي اللي فاتوا؟ والله لو هتسالني على زيد فهو سيء، لو هتسالني عن المقاولين فهو اسوء. يا رب دايما. بص احنا بنلعب ماتشات وحشه قوي، يعني الحسنه الوحيده اللي في الماتشين تريزيجيه. امام عاشور بدا يرجع الماتش الاخير ده، بس هو ما فيش جمل، هو اجتهادات فرديه كلها. الجمله اللي كان بيلعبها هيستروب اللي كان بيفضي ورا الباك عشان يزق حد وراه وبعد كده يجري من عمق الدنيا. طب اسالك سؤال تاني، انت حاسس بالروح اللي انا مثلا بتكلم عليها في لعيبه الزمالك، حاسس ان انتوا عندكم دي موجوده في الاهلي ولا مش موجوده؟ في حسنات عندنا، يعني هقول لك الحسنات اللي عندنا في الماتشين ممكن 3 أو 4 لعيبه انا شايفهم الصراحه دول اللي ممكن تحس فيهم بالروح ان هو بيلعبوا بروح. تريزيجيه، امام عاشور، مروان، بالعمل. خلينا نبص على الجولات اللي جايه. يلا بينا. الاهلي عنده الجيش وبيراميدز عنده البنك الاهلي والزمالك عنده ام بي. توقعاتك ايه يا جوهري بقى؟ انا حابب اسمع رايك. بص عجبني المره اللي فاتت لما قلت لي ان زيد هيتعادل معاكم. اتفضل يا فنان. بص الاهلي مع الجيش الماتش هيبقى بيدافعوا هم بس، واحنا برضو لو ما جبناش جون في اول ماتش يعني اول ربع ساعه فعلا الماتش هيتأزم وممكن يطلع تعادل برضو. بيراميدز مع البنك الاهلي، بيراميدز محدش مركز معاه، محدش اتفرج على الماتش اصلا. دي حقيقه. يعني انا بس بقى على الماتش كده مثلا في فترات هو اصلا مغلوب او متعادل وفجاه تلاقي الماتش بينتهي 4 و3، حاجه غريبه قوي اصلا. يعني معنى كلامك انت شايف ان بيراميدز هيقع ولا حاسس ان هو هيسترسب؟ لا، في الخناقه اللي دايره ما بين الزمالك والاهلي. دايره ما بين الاهلي والزمالك ده فعلا هيتسرسب، دي حقيقه. بالنسبه بقى للزمالك وانبي الصراحه انا حاسس ان يعني الزمالك ممكن يقع. طيب خلينا ناخدها منك صريحه عشان انا حبيتها المره اللي فاتت. الاهلي هيعمل ايه مع الجيش؟ لو ما جابش جون في اول ربع ساعه الماتش هيستأذن. الاهلي هيعمل ايه مع الجيش؟ هيعدي. ماشي. الزمالك هيعمل ايه مع انبي؟ انت قول لي. اتوقع ان احنا هنعدي، اتوقع ان احنا هنكسب انبي، وعندي احساس ان احنا هنكسب انبي مستريح عن ماتش الاتحاد وبيراميدز كمان. واتوقع ان الاهلي هيعدي الجيش برضه مستريح، وبيراميدز اتوقع ان هو مش هيعدي البنك الاهلي بفوز، يا هيتعادل يا هيخسر. دلوقتي فقره اسمها 30 سنه، يعني اسئله من غير تفكير، هتجاوب عليا عن الزمالك من غير ما تفكر. يلا بينا. يلا بينا. مين اللي شايل الفرقه دلوقتي عندك؟ بالترتيب الجمهور معتمد جمال حماس اللعيب. افضل رئيس نادي عدى عليك؟ افضل رئيس نادي عدى عليا انا كمال درويش. اكتر بطوله فرحت بيها؟ اكتر بطوله هي بطوله غريبه شويه، كاس مصر اللي الزمالك خده في 2013. كان على حساب مين؟ كان على حساب وادي دجله، كان بيتلعب في الجونه بالنهار، فاكر انت دي عمك؟ هقول لك اشمعنى، لان تقريبا اخر بطوله كاس قبلها كنا واخدينها في 2007، قعدنا من 2007 ل 2013 ما فيش اي بطوله بتيجي للنادي. فرحتي بالبطوله دي يعني دي فرحه زملكاوي بقى، ممكن واحد زيك مش هيفهمها او اي اهلاوي مش هيفهمها. جيري ادوارد تجربه ناجحه ولا لا؟ ما اقدرش اقول عليها ان هي تجربه فاشله، وما اقدرش اقول عليها ان هي تجربه عبقريه، بس خليني اقول لك ان هي مش هقول انها تجربه ناجحه. لو انت عايز مني رد صريح من غير الدخول في تفاصيل هقول لك ان هي تجربه مش فاشله. حسام عبد المجيد هيكمل في الزمالك؟ مش فارقه. مش فارقه.
يعني ده اللي انا بالنسبه لي فعلا بجد مش فارقه. انا كده خلصت اسئلتي، دورك. طيب هسألك اول سؤال، ايه رايك ان الشناوي يبقى ده الموسم الاخير ليه مع الاهلي وشوبير اللي يكمل؟ لا انا بص هقول لك انت نفسك ده اللي يحصل مثلا يعني؟ لا ما نفسيش ده اللي يحصل. بص انا كاهلاوي يعني من الاهلاويه الناس اللي هم يعني بيهمهم ان اللي ادى للنادي يفضل معاه. طيب السؤال الثاني، ايه رايك في اداء زيزو لحد دلوقتي مع الاهلي، وهل هو ده المستوى اللي كنت مستنيه منه؟ دلوقتي تاني واحد بعد تريزيجيه اكثر مساهمه في الاهلي. بدون الدخول في ارقام، كاداء انت شايف ان زيزو ده المستوى اللي انت كنت احنا مستنيه مش من عارفين زيزو؟ نوظفه صح، ودي مشكله مدرب. انت شايف ان مشكله زيزو دلوقتي مشكله مدرب؟ معظمها مشكله مدرب بصراحه. طيب السؤال الثالث اللي هساله لك، ايه اكتر لاعب خده من الزمالك الاهلي من الزمالك تاريخيا انت شايف ان هو الافضل؟ مش شرط يبقى خده دايركت من الزمالك، بس لعيب كان اكس زمالك وراح الاهلي، وايه الاسوء؟ هتكلم على واحد طلع على فرقه وبعدين جالنا كوبري زي ما انتوا بتقولوا يعني. ماشي. فالافضل اخر 10 سنين زي ما احنا بنقول دي حاجه احنا اخترعناها. اصلا بالنسبه لي ده احتراف. هو امام عاشور اخر 10 سنين. بتتكلم على الاسوأ وبرده كانها راح فرقه تانية ورجع، فهو احمد عيد ومش متوقع ان هو ينجح مع الاهلي. طيب السؤال الرابع سؤال حساس شويه، ما تفهمنيش غلط فيه ولا حد يفهمني فيه غلط، ما اقصدش حاجه وحشه يعني، بس خليني اساله لك، هل في جزء من جمهور الاهلي يتبع منهج القطيع وقد ايه؟ بص هقول لك على حاجه. احنا كاهلاويه يعني مش عايز اقول مصطلح تاني يعني، بس اكتر ناس بينطبق عليهم انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على بنتي. بمعنى هقولها لك ازاي. قول. يعني مثلا الاداره لو جت خدت قرار ضد لعيب واللعيب فعلا عمل حاجه غلط، انا عمري ما ههزر، هقف مع ادارتي وهقف وراها بكل حاجه، حتى لو هي اخطات في مفاوضات، اخطات في تصرف، اخطات في حاجه. فده لو بالنسبه لك قطيع، ده بالنسبه لي احسن حاجه ممكن تحصل. لو انت شايف ده قطيع، انا مش شايف قطيع صراحه، انا شايفه يعني تراوط. زي ما قلت لي كده، انت كاهلاوي مش هتفهمها او مش هتفهمها او مش هتحسها، انت كزملكاوي عمرك ما هتحس اللي انا بقوله لك ده. يا عم انا لا عايز افهمها ولا عايز احسها ولا عايز اجربها ولا هتعرف. ايه اللعيب اللي كان في الزمالك سواء حالي او سابق وكان نفسك يجي الاهلي، وخصوصا سابق يعني، خلينا نقول لعيب كان سابق اعتزل مثلا، كان نفسك اللعيب ده يبقى موجود في الاهلي؟ لعيب في الزمالك وكان نفسي يبقى عندي موجود في الاهلي قطعا يعني حازم امام. ده زي ما بيقولوا كده انا مستخسره فيكم. ماشي، احنا كده خلصنا اسئلتنا، نسيب للجمهور الحكم. مستنيين رايهم في الكومنتات، هنشوف مين اللي كان احسن في الاسئله والاجابات بتاعتنا. اكتبوا رايكم في كل الاسئله اللي اتسالت سواء الاهلاويه او الزملكاويه. عايزين دعم. يا ريت ولايك وشير وسبسكرايب. يعني دي اكتر حاجه مستنيينها من الناس اللي بتتفرج علينا، لو المحتوى عجبهم او لو حتى في حاجه محتاجين ان احنا نعدلها. ايه ده في ايه؟ هقول لك الحلقه الجايه. ماشي. بطوله الدوري الاخيره مين يستحقها؟ وحكم الفيفا الاهلي، ولا الفيفا كمان زملكاوي يا عم؟ انا يعني مش شايف اي مبرر ولا اي سبب يخلي ان انا السيزون اللي قبله الزمالك انسحب من ماتش قدام الاهلي فاخصم له 6 نقط، والسيزون اللي بعديه تقروا لوائح احنا ما بنعرفش ننسحب، احنا ما بنعرفش ننسحب يعني، حتى الانسحاب الزمالك ما بيعرفش ينسحب والاهلي بيعرف ينسحب. بس يحضرني موقف، هو مفيش مره يا ميدو هو مفيش مره الاهلي بيطلع هو اللي كل الجبنه في مصر. بص هقول لك على حاجه، خلينا بص هكلمك بالمنطق اللي انا مقتنع بيه. يا عم كلمني هو انا ورايا حاجه غير المنطق بتاع الاهلاويه؟ قول لي يا سيدي. بص وجهه نظري انا كاهلاوي اعترضت على حكام مصريين. تمام، ده الاساس في الموضوع، انا بعترض على حكام مصريين. ماشي، شكرا. انت زملكاوي جريت قلت لا مش عايز العب بحكام اجانب، انا عايز المصريين. لا انا ما قلتش عايز انا قلت عايز الاتحاد الكوره قالوا ان الماتش هيتلعب يوم كذا على حسب الدوري. ده طلعت بيان رسمي ان انت اصريت. ما هو علشان اتحاد الكوره قال لي يا ابني الماتش هيتلعب يوم كذا الساعه كذا بالحكم الفلاني، فمعلش يا جماعه يعني ده اللي جالي وده اللي هلعب بيه. هيجي لك الفرصه يا سلام وانتم ملتزمين قوي. لما يجي لك الفرصه يا سيدي انا مش ملتزم بس لما خرجت بره الاطار بتاع المنظومه ان انا في ماتش ما رحتوش اصلا غلط اتعاقبت، يبقى انت تتعاقب زيي. بص هقول لك هي اللائحه كانت بتقول برضه خصم 3 نقط، انا ذنبي ايه؟ انت موت عليها ختمتها، طب ختمتها ليه؟ ماشي. عامه انا طبعا يعني اللائحه كانت بتقول 3 نقط، اللائحه كانت بتقول 6 نقط،
انا شايف اللي حصل حتى ما فيش جاب ما بينهم، ما فيش فرق 3 4 سنين في الاخر. انا ماشي يعني ما فيش فرق كبير ده يعني موسم واللي بعده يعني ايه بيحيى ناس وبيموت وناس بتاخد دوري وناس بتخسر دوري. عامة يعني مبروك على الاهلي، الدوري ده زيه زي اي دوري. بحكم ايه؟ يا سيدي بحكم الفيفا، بحكم اتحاد الكوره، بحكم الخيار، بحكم الفقوس. الاهلي خد الدوري ومبروك على الاهلي الدوري. وقال يعني الاهلي بعد ما خد الدوري السنه اللي فاتت كان هيجي يدي الدوري دلوقتي البيراميدز. عبيط انا يا عصام. ايوه بيتعادل ماتش بتاع السنغال ومصر، فاكره ده؟ ايوه بالظبط هو زيه كده، انت فاهم؟ استناني انت فاهم. طب قولوا لنا رايكم في الكومنتات في الموضوع ده. فعلا هل الاهلي غلطان ولا مش غلطان؟ يستحق ان هو يتخصم منه 3 نقط بس ويفوز بالدوري ولا لا؟ ولا بيراميدز كان المفروض يفوز؟ انا رايي قطعا الاهلي. طبعا. مين اللي كسب الجوله دي من خلال عطيه؟ اتمنى يكون الجمهور اللي كسب واستمتع بالحلقه بتاعتنا وما كناش تقال عليهم. واتمنى ان هم ما ينسوش يعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الحاجات دي بتفرق معانا جدا جدا جدا. احنا لسه في بدايتنا، واتمنى ان احنا نكون بنقدم محتوى حتى لو هو مش افضل حاجه الناس ممكن تشوفه، بس على الاقل يكون خفيف عليهم مش اكتر ولا اقل من كده. فاتمنى ان اي حد يشوف الفيديو يدعمنا علشان نقدر حتى ان احنا نستمر في نقدم الحاجه اللي انتوا حتى لو شايفينها ان انتوا مقبوله ان انتوا تتفرجوا عليها. دي كانت جوله جديده من صفر الخناق. نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.